صفحة 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. في الصفحة اللي معنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى من مطلع الآية الكريمة وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. لازال الخطاب من الحق سبحانه وتعالى متحدثا عن الأحبار وعن الرهبان من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب، المقصود بهم النصارى واليهود. فريق يعني مجموعة منهم متعلقين بهذا الدين ومنتسبين إلى هذا العلم ومنتسبون إلى اليهودية ومنتسبون إلى النصرانية، يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني يحرفون الكتاب. يلوي لسانه به أي يحرك يعني وده بتسميه احنا في اللغة العربية لي عنق النص. لي عنق النص إنك توجه النص توجيه معين، تشيل حاجة وتحط حاجة أو بتقص السياق. يعني يبقى مثلا الحوار فيه 3 صفحات فتقوم شايل صفحة من النص، ده بنسميه لي عنق النص. لا تقربوا الصلاة. لا تقربوا الصلاة. بتعمل ايه؟ بتوجه المعنى توجيه مختلف تماما. وده الحقيقة يعني أنا هشرح الآية دي وهنعمل لها إسقاط على الواقع في زمننا، لأن ده جزء كبير جدا من ما ابتليت به الأمة في الزمن الحالي أو في العصر الحديث. وإن منهم يبقى الخطاب هنا كان مقصود به اليهود ومقصود به النصارى، وبرضه من تمام الإنصاف القرآني قالش إن كلهم بيعملوا كده، قال في فريق منهم بيعملوا كده. وفي أكثر من آية من القرآن الكريم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نفس الوضع هنا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. يلوون ألسنتهم يعني يحرفونه أو يقصونه أو يوجهونه أو يزيلون منه ما يتعلق بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وعلاماته ودلالته الواردة في الكتب السماوية المنزلة عليهم. بالكتاب يعني بالتوراة أو بالإنجيل، لتحسبوه من الكتاب، علشان الناس تعتقد أن الكلام اللي هم موجهينه بعد ما زالوا الأدلة أو العلامات الحقة الواضحة في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عايزين يقنعوا الناس ان اللي تحسبوه من الكتاب، ان اللي احنا بنقوله لكم ده هو الصح واللي احنا بنعلمه لكم ده هو المظبوط. ممكن يدسوا كلام في التوراة أو يدسوا كلام في الإنجيل علشان الناس تفتكر إن الكلام دوت جزء من الإنجيل أو التوراة. بالظبط كده. لتحسبوه، وربنا بينفي، بيقول وما هو من الكتاب، بينفي ان اللي هم قالوا دون غير وارد. وطبعا الآية دي بتدلنا برضو معنى تاني، ان التوراة والإنجيل محرفة بنصوص واضحة من القرآن الكريم، وإن ربنا ما تولاش حفظها وإنما تولى حفظ القرآن الكريم بنص واضح صريح: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبرؤية متحققة في المجتمع إن إحنا بنشوف الطفل عنده 6 سنين 7 سنين حافظ القرآن 6236 آية، بينما أنا أتحدى إن واحد يبقى حافظ الإنجيل كاملا، ولو حافظ الإنجيل بسأله أي إنجيل أنت حافظه؟ بينما القرآن الكريم معروف من الفاتحة إلى الناس حتى بالقراءات المتواترة اللي هي لغات العرب ولغات القبائل، تلاقيها محفوظة عند الطفل الصغير وعند الشيخ الكبير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. بينسبوا الموضوع ده لربنا سبحانه وتعالى، إن اللي هم بيقولوه ده ربنا اللي بيقول. ربنا بيقول وما هو من عند الله، وربنا بيقول لهم انتوا كذابين ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يبقى الآية كانت نازلة في الموطن ده بتعالج القضية دي. النهاردة في 2025 وما قبلها وما بعدها بين نشوف فريق كبير جدا من الناس بيتولى توجيه الشرع أو بتوجيه الأحكام الشرعية أو بتوجيه مفاهيم القرآن العظيم وفق مقتضى إرادته وهواه أو فكره أو جماعته أو حزبه. بيلوي عنق النصوص القرآنية ويطلع للناس مثلا اللي بيشذ، يجيب آراء شاذة من الكتب ويقول لك ده الدين، يبقى ده يلوون ألسنتهم بالكتاب. لما يطلع على الناس يخالف الإجماع، الإجماع مثلا أجمع إن الخمر حرام، الإجماع أجمع إن الحجاب فرض، الإجماع أجمع، يجي هو يقول لك لا مين قال لي إن الحجاب فرض؟ ده الحجاب ما جاش غير شرط لصحة الصلاة، ويضرب بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم الواردة وبإجماع المسلمين عرض الحائط،
ويجيب رأي ضعيف من بطون الكتب. وفي مسائل بقى كثيرة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ده يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويوجهون الناس توجيه وفق بقى الإرادة أيا كان نوعها، إرادة سياسية أو إرادة اقتصادية أو إرادة حزبية أو منهجية ينتسب إليها، أو علمانية أو ليبرالية، أيا كان نوعها، مع احترامنا لكل التوجهات. لكن يبقى الدين واضح، وتبقى الشرائع واضحة، وتبقى الأحكام واضحة. لا نرجع للناس إلى اليهودية وإلى النصرانية التي سبقت، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. ونحاول بقى، للأسف العامة بتستسيغ الأمر ده، وده وكلا طرفي الأمور دميم. يعني الحقيقة يعني مش بنتهم بيه بس المنحرفين عن اتباع النص، اللي هم بيتسيبوا في الشرع أو بيحللوا للناس الأحكام. لا، بنتهم بيه الاثنين، اللي بيطلع بالنص لدرجة التزمت والتكفير والتفسيق والتبديع، فيقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحكومة ما بتحكمش بما أنزل الله، تبقى الحكومة كافرة والشعب كافر، فيكفر الأمة ويستبيح دماء، يطلع الآية من بره. طلع الآية من سياقها ومن أصولها ومن مخرجها ومن موطنها. والتاني يستبيح النص فيحلل للناس ويفتح الدين بصورة فجة غير مقبولة مبتذلة، على إن ده دين ربنا، لا ده مقبول ولا ده مقبول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في العقيدة، وسطا في العبادة، وسطا في الأخلاق، وسطا في المعاملات. وسط الشيء أكمله وأجمله، بما يحفظ للإنسان قيمته وروحه وجسده ومبادئه واعتقاده. فقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. تيجي تقول له دي أزمة تانية، قال الشافعي وقال مالك. ياخدوا بمبدأ جديد كده، يقول لك فقه الدليل. يقول لك أنا بقول لك قال الله قال الرسول، تقول لي قال الشافعي وقال مالك. كأن مالك والشافعي يقولون بغير ما قال الله وقال الرسول. فأقول له لا، أقول لي قال الشافعي وقال مالك، لأنهم أفقه منك بما قال الله وما قال الرسول، اللي هي المذهبية. لما نيجي نرجع الناس ليها يقول لك لا، فقه الدليل. ما هو ما وداش الأمة في داهية غير فقه الدليل. كل واحد بيفسر على رأيه. مؤهلاتك للاستنباط، ومؤهلاتك للحكم، ومؤهلاتك للقراءة، ومؤهلاتك اللغوية والفكرية والنصية، معرفتك بالقواعد والضوابط والأصول والمطلق والمقيد والعام والخاص والمكي والمدني والمحكم والمتشابه. دي قضية مهمة جدا. لكن كل ده بيحتاج المجتمع في الزمن ده. عشان كده لما بنيجي نرجع الناس نقول لهم ارجعوا للأصل، فالناس تيجي تحتار في الزمان ده، أروح فين أنا محتار. نقول له شوف الإجماع، يقول لي مصر الإجماع فين؟ أقول له في الأزهر. المغرب الإجماع فين؟ أقول له في القرويين. تونس الإجماع فين؟ أقول له في الزيتونة. الحجاز الإجماع فين؟ أقول له في الحرمين الشريفين المعظمين، مقصد المسلمين من شق البلاد. عشان ما نعملش في الناس فتنة، وما نعملش في الناس أزمة، ونعيد للناس فتن الأمم التي كانت قبلنا. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. وبعدين ينقل لك الحكم، انه بينقل لك حكم ربنا، لانه المفتي ده موقع عن الله. وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، ربنا بينفي الامر، قال وما هو من عند الله. ودول كذابين على ربنا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نصارى نجران لما راحوا يحجوا سيدنا محمد في سيدنا عيسى، فقال لهم لا، عيسى مش إله ومش ابن إله، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونبي الله وصفيه وتقيه لا شك. قالوا له خلاص، يبقى أنت مش عايزنا إيه نعبد عيسى، يبقى نعبدك أنت. كأنهم يفتنون سيدنا محمد بهذا الأمر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفتن من بعد ولا من قبل. دي إذا كان ما تفتنش في الأول هيتفتن في الآخر. ده في الأول لما راحوا كبراء مكة لأبو طالب قالوا انظر في شأن ابن أخيك، إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد زواجا زوجناه، وإن أراد مالا أعطيناه. شوفوا هو عايز إيه، ويتركنا وديننا، ماله مالنا. فقال انتظروا. فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يعرض عليه، قال له القوم استمع منه. فقعد يسمع يسمع يسمع،
وبعدين بكى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وبص لعمه أبو طالب قال أو أنت يا عمه، يعني أنت بتعتقد ما هو أنت مربيني فأنا عارف أنا هل أنا ممكن حاجة تغريني يعني؟ والله لو وضعوا شمسا في يميني أو قمرا في يساري حتى أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. النبي صاحب مبدأ، صاحب عقيدة. أبو طالب صعب عليه فبص له كده قال له اذهب يا ابن أخي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة واهنأ بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية دينا. صلى الله عليه وسلم. فهم جايين قدام بقى خالص لما راح المدينة بيقول لهم لا عبد ورسول. قالوا له بس يبقى انت عايزنا احنا نعبدك ما نعبدش عيسى؟ فربنا قال لهم لا عايزكم. ورواية تانية تقول ايه، لا الآية دي نزلت في ناس راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا كنا بنخش على الملوك والأمراء فتلاقي الناس بتسجد لهم فنسجد لك ونتوجه إليك بالعبادة. فربنا أنزل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. والبشرية هنا مهمة جدا النقطة دي لأنها تيجي في آخر الكهف هنا قل إنما أنا بشر مثلكم. البشرية في كل البشر نقص إلا في سيدنا محمد كمال عليه الصلاة والسلام. البشرية في كل البشر نقص. ليه نقص؟ عشان الإنسان بيغلط مش معصوم، لكن النبي معصوم. ثانيا ما يستقذر من الآدميين ممدوح فيه صلى الله عليه وسلم. نخامة النبي لما يقولوا أن الصحابة كانوا يتقاتلون على ماء وضوئه كما ذكر أصحاب الشمائل فلا يدعون نخامته تسقط على الأرض. فالناس بتعتقد أن النبي نخامته زي يعني كما يستخر سادتي ريق رسول الله ريق ممزوج بوحي السماء. يعني الريق بتاعه ريق ممزوج بوحي السماء. سيدنا علي بن أبي طالب العرق بتاعنا ريحته كريهة. عرق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرق المصطفى للطيب طيبة وبيحطوه على الطيب بتاعهم عشان ريحته تحلو. من أطيب الطيب لنا يا رسول الله. ويثربون ده كان يمشي من الشارع تفضل ريحة الشارع فيها ريحة الطيب 3 أيام. فإذا مر قال منها هنا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مشي من هنا 3 أيام في المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج أعزكم الله من السبيلين. سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي غسل النبي. من سنن الغسل حاجة اسمها النحنحة. تنحنح الميت يعني تسند ظهره بإيديك وتبدأ تدلك بطنه علشان أعزكم الله لو في بطنه في أمعاءه بعض الأشياء تبدأ تطلع مع الغسل. سيدنا علي كل ما ينحنح سيدنا النبي فاحت رائحة الطيب. كل ما ينحنح سيدنا النبي فاحت رائحة الطيب. فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه البشرية في كمال؟ لأنها بشرية البلاغ. صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم في الحج. تشوفوا هو بياكل هو بيشرب هو بيتزوج هو بيبيع هو بيشتري. أيوه. فلما تشوفوا ما هو لو الملك لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتجوز ولا بيبيع مش ولا هتعرف تقتدي بيه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. صح. لكن بشر فعشان كده لازم تشوف الصورة دي فيه. عشان كده ما كان لبشر فهو في تمام الكمال في بشريته صلى الله عليه وسلم. فالعطاء يتجدد فين؟ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. عشان اللي يجي يقول لك بشر نقول له طب أوتيت الكتاب، طب أوتيت الحكم، طب أوتيت النبوة، يبقى استحي. هو بشر بس مش زينا. مستحيل. فقال أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. كل دي مؤهلات للإيه؟ لتمام الاعتقاد والأدب والانقياد والاستسلام والخضوع. يعني ربنا يديله التعظيم والتشريف والتكريم والتكميل بهذه الصورة وبعدين يقول للناس اعبدوني بقى من غير رب. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ويقول للناس اعبدوني. طب أقول لهم إيه يا رب؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله. ولكن كونوا ربانيين. وهنا احنا لما نقول للناس ايه؟ لما مات سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عطاء بن يسار قال مات رباني هذه الأمة.
من هو الرباني؟ مفهوم الربانية لما أقول فلان رباني، رباني أي أنه رحماني أخلاقا وقيما ومبادئا وقدوة وهداية، نموذج من نماذج السير المحمدي على الأرض، بنسميهم الربانيين. فيجي حد يقول يعني ينفع أبقى رباني أتصف بأوصافه؟ نقول فاكرين الأسماء الحسنى لما جينا نتكلم عنها قلنا أسماء جلال وأسماء جمال وأسماء كمال. أسماء جلال للتعلق، وأسماء جمال للتخلق، وأسماء كمال للتحقق. جلال منتقم، مذل، مانع، ضار، دي أسماء جلالية تتعلق بيها. يعني إيه تتعلق؟ يعني تتأدب وتذل وتنكسر وتخضع عبودية ورقا تحت سطوة هذا الاسم، لأن الاسم فيه قهر. أي فتيجي ترجع إيه؟ عبد، تنكسر وتخضع، مش قد ضررك ولا قد ذلك ولا قد منعك انتقامك ولا قد منعك، أنا عبد. أي وأسماء جمال، رحمن، رحيم، معطي، كريم، نافع، تتخلق، فتبقى رحمن، رحمن كريم، تبقى معطي، تبقى نافع، تبقى لك سطوات هذا الجمال في الوجود. دي بقى الربانية أي دي. ولكن كونوا ربانيين يعني متخلقا بأخلاق الربوبية، يبقى في الجلال متصفا بأوصاف العبودية، وفي الجمال متخلقا بأخلاق الربوبية، وفي الكمال منتشيا بأنوار الألوهية. تبقى بقى في الكماليات زي المجيد، الله اسم كمال، أي القدوس اسم كمال، الجبار اسم كمال، لأنه في الجلال وفي الجمال. فتبقى فيك إيه؟ ولكن كونوا ربانيين، كونوا على الأخلاق المحمدية، كونوا على الهدي المحمدي، كونوا على القيم الإلهية والمثل العليا التي منحها الله، بما كنتم تعلمون الكتاب. يعني عندكم المؤهلات للربانية. أي وبما كنتم تدرسون، قرأتم التوراة والإنجيل والقرآن وفهمتم ذلك وحققتموه، فأقيموا مفهوم الربانية. ولذلك فما يدعو إليه الوراث المحمديون إلا الربانية، وما يدعو إليه الكمل من أهل الله إلا الربانية. كل ما يدعو إليه وإنما هي ربانية. عشان كده يضعون هذا عنوانا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. النبي ما بيأمركوش برضو إنكم تتخذوه هو نبي، ولا تتخذوا إله، ولا تعبدوه من دون الله. ولا يأمركم كذلك أن تتخذوا الملائكة، لأن الملائكة كمان إيه؟ مخلوقين. ففي حالة العبودية المطلقة الكاملة لله سبحانه وتعالى. ولا النبيين من غيره صلى الله عليه وسلم. فبيقول لكم لا تعبدوني ولا تعبدوا عيسى. أنا ما قلت لكوش اعبدوني ولا قلت لكم اعبدوا عيسى. هم يقولوا لك أنت مش عايزنا نعبد عيسى، يبقى نعبدك. فبقول لكم لا تعبدوني ولا تعبدوا عيسى ولا تعبدوا جبريل ولا تعبدوا إسرافيل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني حد يبقى مسلم ويجي يقول لك اكفر؟ يعني لو أنت محقق معنى الإسلام، أو هو صلى الله عليه وسلم محقق معنى الإسلام، فيجي يقول لك لا بقى أنت تكفر فتعبدني، أو اخرج من دائرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الشرك بالله سبحانه وتعالى. كأن الواحد هنا في الأصل مسلم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يولد الولد على الفطرة. فالنقاء الأساسي بتاعك والفطرة السليمة بتاعتك هي الإسلام، بس أنت بعد كده بتنحرف. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الآية دي مهمة جدا، لأنها متعلقة بمسألة من أخطر مسائل العقيدة. عشان كده احنا لما بنرجع الناس دايما بنرجعهم لليوم الأول. حتى اليهود ارجعوا لليوم الأول. مش انتوا بتقولوا احنا أتباع موسى؟ طب ارجعوا لليوم الأول. النصارى أتباع عيسى ارجعوا لليوم الأول. احنا اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى في الخلق خد مرحلتين. المرحلة الأولى عالم الذر اللي هو عالم الأرواح، والمرحلة الثانية عالم الأشباح أو الأجساد. الأرواح كلها اتخلقت في لحظة واحدة. وربنا خد في اليوم ده عهدين اتنين.
عهد لربنا بالوحدانية وعهد لسيدنا محمد بالاتباعية. عهد ربنا والاثنين من القرآن عشان بس المستمع يركز في غاية الأهمية الموضوع ده. عهد ربنا بالوحدانية قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، كل بني آدم، من ظهورهم ذريتهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ليوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى ربنا خد عهد على كل الخليقة من آدم إلى يوم القيامة إن كلهم يقولوا لا إله إلا الله. فالكل شهد، المسلم شهد والبوذي شهد والهندوسي شهد والمجوسي شهد والكافر شهد والنصراني شهد، أي بني آدم. بس شهد فين؟ في عالم الإيه؟ الذر. في عالم الذر، في عالم الأرواح. خلي بالك الروح ده هي هتركب في الجسد القالب الطيني ده في اليوم الفلاني، فده هيتولد سنة 90 وده هيتولد سنة 80 وده هيتولد سنة 70 وده قبل الميلاد وده بعد الميلاد. اوعى الروح اللي من عالم الغيب ومن عالم النور اللي شافت وشهدت لما تركب في العالم الطيني تنكر. عشان كده من أسماء العدل هو لو كتب عليك الكفر هيحاسبك ليه لما تكفر، لو كتب عليك الضلال هيحاسبك ليه لما تضل، لكن هيحاسبك في الآخرة ليه؟ لأنك شفت النور وآمنت وشهدت. ولما ركبت هذه الروح التي هي من عالم النور التي شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركب في عالم الطين تنكر، فبقى ينحرف وما يتدينش ويكفر. فده العهد الأول، يبقى عهد لذاته بالوحدانية اللي هو وإذ أخذ ربك من بني آدم. ونفس اللحظة دي قام واخد على البني آدمين كلهم عهد تاني، قام اصطفى الأنبياء والمرسلين إن دول اللي هيشيلوا أمانات الرسالة للوجود. هيتولد هنا محمد وهيتولد هنا عيسى وهيتولد هنا موسى، وده هيبقى في الزمن ده وده هيبقى في الزمن ده وهيبقى في الزمن ده. ما تجمعوش كلهم بالصورة دي إلا في العالم الأول، في عالم الذر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، موسى وعيسى ومحمد وهود ولوط وإبراهيم ونوح، كله لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما يعني لو لا لما أنا الذي أعطيتكم، يعني أنا الذي منحتكم الكتاب والحكمة. لما هيجي عليكم بما إن يعني سيأتي عليكم زمان وما كان كل واحد فيكم هينزل عليه الكتاب وهتنزل عليه الحكمة. لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هيجي نبي مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل ومصدق للزبور ومصدق لصحف إبراهيم. لا تؤمنن به ولا تنصرنه، كلكم تبقوا تبع له وتمشوا وراه. قال أقررتم. فالأنبياء كلهم تبعوا سيدنا محمد في عالم الذر. عشان كده الشيخ ابن عربي يقول آدم محمد ومحمد آدم. آدم ابن محمد في الأجساد، في آدم ابن محمد في الأرواح، ومحمد ابن آدم في الأجساد. عشان كده يقولوا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء والمرسلين، طب ما هم منهم آدم عليه السلام اللي هو أبو البشر. لا تؤمنون به ولا تنصرون هيتبعوا ليه؟ قالوا لأن ده أبوه في الروح. قالوا عشان كده الرحمن علم القرآن وبعدين إيه؟ خلق الإنسان. وبعدين لما تتتبع القرآن الكريم تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في لما نزل عليه الوحي قال له اقرأ، قال له ما أنا بقرأ، اقرأ ما أنا بقرأ. اقرأ. الرواية عند البخاري سيدنا جبريل فضمه، سيدنا النبي يقول فضمني ثلاثا، ضمني يعني حضنه، ليذكره بالعالم الأول في عالم الذر، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد كده بقى يسبق سيدنا جبريل، فربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا به. وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك، لأن لازم أن ياخد مجرى الأسباب الطبيعية. فربنا خد العهد هنا في نفس اللحظة دي على كل الأنبياء وعلى كل المرسلين أن يتبعوا سيدنا محمد وأن يؤمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم، داعي العناية من أزل ينادينا والمصطفى لصراط الله يهدينا.
من عهد يوم ألست أشرقت علنا تلك العناية بالحسنى توالينا. كنا نعم أمة المختار من مدحت فاقرأ أخي كنتم إيه خير أمة. فاقرأ أخي كنتم تعطى أمانينا. الحب مبدأنا والوجه غايتنا والمصطفى قدوتي فاعلم مراقينا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أي عهدهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما جاء به موسى ومصدق بما جاء به عيسى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه إيه؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. سيدنا محمد قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي وميثاقي. قالوا أقررنا. قالوا أقررنا ديت في عالم الذر. في عالم الذر. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقلنا قبل كده أن ربنا ما دخلش شاهد غير في الموطنين الاثنين دول. شهادة الذات بالأحدية شهد الله أنه لا إله إلا هو. وشهادة لسيدنا محمد بالتبعية من الأنبياء والمرسلين. قال فاشهدوا وأنا معكم تشريف وتكريم وتكميل من الله لسيدنا محمد أن يدخل شاهدا الحق في تبعية الأنبياء له. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني بعد ما طلعنا الأدلة والبيانات والحجج الواضحة الدامغة على نبوتك وعلى تمام رسالتك وختمك للنبوات والرسالات فأولئك هم الفاسقون. كمان تولى ديت تعود على أهل الكتاب أو الكفار. نعم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الآية دي عجيبة. أفغير دين الله يبغون استفهام لهؤلاء اليهود أو هؤلاء المشركين أو هؤلاء النصارى أو أهل الكتاب يبغون غير الإسلام. والإسلام انقياد والإسلام خضوع والإسلام استسلام والإسلام إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفق الشرائع. يعني أنا لسنا ضد اليهودية كشريعة وإنما نؤمن بها ولسنا ضد النصرانية كشريعة وإنما نؤمن بها ولسنا ضد الإنجيل ككتاب وإنما نؤمن به ولسنا ضد التوراة ككتاب وإنما نؤمن به. ولكنهم ضد القرآن ككتاب وضد محمد صلى الله عليه وسلم كنبي وضد الإسلام كشريعة. فلا ملة الإسلام آمنوا بها ولا نبي الإسلام آمنوا به ولا كتاب الإسلام آمنوا به. قال الله أفغير لما يعملوا كده بقى أفغير دين الله يبغون. عايزين دين مختلف. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا اختيارا وكرها إجبارا. الإسلام عندي إسلامين: إسلام كوني وتشريعي وإسلام كوني غير تشريعي. كل الكون مسلم كوني. كل الكون. الكافر مسلم كوني يعني الكافر يخضع لأحكام الله في الموت في الحياة في الحوادث في الزلازل في الفقر في المرض. يمرض بيمرض بيفتقر بيتغني بيموت بيحيا. فهو مسلم إيه؟ مسلم كونيا. طيب والجمادات مسلمة كونيا والحيوانات والنباتات كل قد علم صلاته وإيه؟ وتسبيحه. والمسلم المتشرع مسلم كونيا وتشريعا. مسلم كوني فهو خاضع فهو بيخضع للموت ويخضع للحياة ويخضع للفقر وللغنى وللقدر الحوادث وللأقدار ولكل شيء. وكذلك مسلم تشريعا إيمانا بالله وأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره معتقدا في ذلك. فده بنسميه إيه؟ مسلم تشريعا. يبقى الكون كله مسلم كوني. فده عنده سلام نفسي إن هو الحاصل من لأنه هو واخد الموضوع من مصدره. يعني هو عارف هو جاي منين ورايح فين. التاني مش عارف هو جاي منين ولا عارف هو رايح فين.
إنما المسلم معتقد وعارف إن اللي جاب ده ربنا، واللي هياخد ده ربنا، والفقر بتاعه والغنى بتاعه والعطاء بتاعه والضر والنفع، فعنده تسليم كامل. ولذلك في التعبير القرآني لما يقول لك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولما تستقرأ في آية تانية عجب، وقيل لها وللأرض، ربنا وهو ينادي على السماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هذا الجمال حينما يتجلى أتينا طائعين. ما هم طائعين من اليوم الأول. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قالوا له لا، احنا ما نقدرش، احنا ايه نستسلم خضوعا وانكسارا وعبودية ورقا. فهم مسيرون باختيارهم. يعني هم اختاروا يبقى ايه مسيرين، مش لأنه هو في الأول ما قالش إن فرضنا، قال إن عرضنا. شيلهم قالوا له لا، طب شيل انت إنسان. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن آمن أصبح ايه مسلما طوعا وكونا وشرعا. طب ومن كفر أصبح مسلما كونا لا شرعا، لأنه هو مسلم ايه من الناحية الكونية، ليست من الناحية الايه الشرعية. حلو. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخلطنا فيه ما ليس له، والله أعلى وأعلم بمراده، والحمد لله رب العالمين.